هو اللي بيحصل في أسوان يا جماعة بقاله كام يوم والدنيا قلبة والكل الدنيا بتتكلم على السوشيال ميديا، وفي كلام على إنه قالب الدنيا هناك على وباء. حالات نزلات معوية حادة وشديدة بيصاحبها اسهال شديد وترجيع شديد وجفاف. وبعدين سمعنا إن السودان أعلنت منطقة موبوءة بمرض الكوليرا. إذا نشير إلى هذا الخبر العاجل بعد تسجيل أكثر من 300 وفاة. الصحة السودانية تعلن البلاد موبوءة بالكوليرا. الموضوع بدأ يظهر من يوم 11 في الشهر سبتمبر اللي احنا فيه ده، وحالات كتيرة بدأت تروح المستشفيات عندها نفس الأعراض، قيء شديد وإسهال بيوصل لجفاف، وده بيؤدي لفشل كلوي لأن اللي بيستنزف سوائل الجسم بتنزل في الإسهال، فما الكلى ما فيش مية فبيؤدي لفشل كلوي. وفي سمعنا إن في حالات حصل فيها يعني موت، ولكن ما فيش تأكيد على الكلام ده لأن الكلام كتير قوي على السوشيال ميديا ومش عارفين الصح من الغلط، لأن وزارة الصحة بتنفي الكلام ده وقالت إن هي موضوع كله نزلات معوية حادة حصلت مع تقريبا دخلوا المستشفى 128 وطلع منهم 122 بعد ما خدوا العلاج وتعلق لهم محاليل والدنيا كويسة، وان وزارة الصحة خدت عينات من المية لان المرض لازم بيتنشر عن طريق الاكل يا الشرب، وهم خدوا عينات من المية وقال لك ما فيهاش حاجة. يعني لسه ما طلعش التقرير النهائي لوزارة الصحة بيقول سبب الموضوع ده ايه، لكن هل نزلات المعوية الحادة بتنتشر بين الناس؟ موضوع مش منطقي. يعني ايه نزله معويه حاده بتنتشر؟ يعني لو قال لي نزله معويه حاده قاعد العماره اللي انا قاعد فيها، قاعد المنطقه كلها، موضوع لا، يعني اكيد في حاجه في الميه او حاجه في الاكل، والغالب ان هو في الميه. ولو بعد ما عرفنا كمان ان السودان اعلنت منطقه موبوءه بالكوليرا، الموضوع كده اصبح واضح ان الموضوع كده جاي من ناحيه السودان، يا اما جاي مع الناس اللي جايين من هناك وهربانين، او في حاجة في المية جاية برضو من عندهم. ما تنسوش المذابح والقتل اللي بيحصل عندهم والجثث اللي بتترمي في النهر، وكان في سيول الفترة الأخيرة. ممكن كل ده دخل مع ان وزارة الصحة قالت انهم خدوا عينات من المية وقالوا المية سليمة، لكن وسط الأقوال المتضاربة عايزين الناس كلها تاخد بالها. محدش يشرب مية من الحنفية، حاولوا قد ما تقدروا تشربوا مية معدنية. ولو الموضوع صعب بيقال ان انت تسخن المية تغليها وبعدين تصبها وتسيبها تشرب منها او تعمل اكل منها. محدش يستعمل مية الحنفية لحد ما يبان الموضوع في ايه. لكن يا عم مدبولي، ادي يا عم الناس اللي انت سايبهم يخشوا وفتح الزريبة على آخرها. وده شرح عن ايه هي مرض الكوليرا وطريقة الوقاية بتاعته والعلاج. ممكن تثبت الفيديو، خد الصورة سكرين شوت، ممكن تستفيد منها.